السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. إذا كي كتشوفوا وصفتنا اليوم عبارة عن القرص البلدي، لكن بطريقة صحية. غادي نديروه بدقيق القمح الكامل وغادي نديروه بالخميرة البلدية. فكي كتشوفوا الشكل ديالو رائع، كيجي مفشفش ورطب، وأهم حاجة أنه صحي. وبطبيعة الحال شعارنا لا للحرمان لكن باعتدال، كي كنقولها دائما. فعلا دقيق القمح اوكي، يعني شي حاجه صحيه، فانسان ياكل باعتدال يعني. المهم راكم عارفين، مناسب لمرضى السكري ومناسب الناس اللي عندهم يعني كيتبعوا اي نظام صحي زوين، لكن باعتدال. الواحد ياكل غير باعتدال، ودائما يقيس السكر ديالو ويشوف هذه الحاجه واش كتجيه زوينه او لا، يعني كتضروا. اذا نبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. اذا كيف العاده دائما الخميره البلديه انا كي كتعرفوني كنحطها في الثلاجه، فقبل ليله قبل كنخرجها باش كنشط الخميره البلديه. اللي كتكون عنده في المطبخ فماشي ضروري، كيكون ديجا او كتكون الخميره ديجا نشطه. اذا ملي كناخذ الكميه ديال الخميره وكنشطها، كيفاش كنشطها؟ كناخذ واحد الكميه من الخميره البلديه اللي كاينه في الثلاجه، كنضيف ليها دقيق القمح الكامل والماء، وكنخليها ليله كامله او لا واحد 6 سوايع ولا 8 سوايع على حسب. اذا هنايا كما كتشوفوا خديت هذيك الخميره البلديه المنشطه، ضفت واحد الكميه، واحد 100 غرام 150 غرام. ضفت واحد نصف كوب ديال اللبن، ممكن انكم ما ديروش، ممكن ديروا زبادي، ممكن ديروا حليب، ممكن ما ديروا غير الماء. وخديت واحد الكوب ديال الماء. الماء كيكون دافي بطبيعه الحال، واللبن راه كيكون في درجه حراره المطبخ. وهنايا خديت واحد ربع كوب ديال زيت زيتون. وغادي نحاول انني نضيف هنا، شوفوا ضفت ملعقه كبيره ديال، ماشي كبيره، المهم كي كتشوفوا، ديال العسل. هذا العسل هذا واخا بالنسبه لمرضى السكري ما غاديش يضرنا، لانه كاينه الخميره البلديه غتتغذى منها، يعني ديك الوقيته اللي غنخليوها تخمر فكتاكل ديك السكريات ديالها، يعني ما غاديش ياثر علينا. ولكم الاختيار، ممكن تضيفوها ممكن ما تضيفوها. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مرضى السكري فممكن انهم يضيفوا كميه ديال السكر اللي بغاو. ضفت بيضه بدرجه حراره المطبخ. وهنايا غادي نضيف ماء الزهر. كنعرفوا القرص او القراشل هادو البلديين، فضروري من داك الطعم ديال ماء الزهر. وغادي نضيفوا الحبوب اللي هي الزنجلان. ومهم الاشياء هذه خليكم معي باش تشوفوا كل المكونات. هنايا ضفت واحد ملعقه كبيره ديال خل التفاح، ممكن تضيفوا خل ابيض. هذا الخل تا هو كيساعد يعني بحال محسن ديال العجين. اذا غادي نحاول نحرك هاد المكونات كي كتشوفوا، اللي هي الخميره البلديه، البيض، اللبن، الماء، وزيت الزيتون، والخل وماء الزهر. اذا هنا كي قلت لكم غادي نضيفوا الحبوب او الزرارع. غادي عندي هنايا السمسم او الزنجلان، و الشمر او النافع، وحبه حلاوه او لا اليانسون. اذا هادو بطبيعه الحال ضروري اننا كنحمرهم واحد شويه كنسخنوهم واحد كنصهدوهم كما كنقولوا حنايا، نسخنوهم شويه في المقله وكنستعملوهم باش كيخرجوا لينا دوك الروائح الزكيه ديالها. لما نقول لكم فاش كيطيب هذا راه كيعطي واحد الريحه في المطبخ او في الدار. المهم هنا كي كتشوفوا ضفت الدقيق القمح الكامل بطبيعه الحال بنخالته. ممكن انكم يعني كاين اللي كيدير دقيق القمح الكامل مع الفرينه مع، المهم شوفوا نتوما انا درت دقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو. الكميه كتبقى على حسب الحجم ديال البيض، على حسب الكاس اللي استعملته، على حسب السوائل اللي استعملته. فهنا تقريبا خدا ليا تقريبا واحد 500 غرام ديال دقيق القمح الكامل. بيان سور راك الانسان يعني بطبيعه الحال يعني كيعجن وكيشوف القوام ديال العجين ديالو. اهم حاجه انه كتكون مرخوفه وما كتكونش يعني قاصحه، وما كتكونش يعني جاريه او لا خفيفه بزاف. وكل واحد راه طبيعه الحال عنده طريقته في العجن وعنده طريقته، يعني المهم حنايا كنحاولوا اننا نشاركوا معكم هاد الاشياء هذه. وخصوصا الناس اللي كيكونوا مبتدئين، سواء بنات او دراري او لا، مهم فهاد الاشياء هذه فكينفعوهم. والناس اللي ما كاين اللي ما كتعرفش طياب وكتبغي تتعلم، ايوا اللي كيكون معلم راه تبارك الله حنايا راه. المهم هنايا ضفت كميه ديال الملح كتبقى على حسب الذوق. بطبيعه الحال ما كنكثروش الملح، وكاين ممكن انك تستغلي على الملح اللي عنده مثلا الضغط مرتفع والاشياء هذه، فالواحد يستغنى على الملح.
اذا هنايا اخر مرحله غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال زبده حيوانيه، وكتبقى اختياريه، يعني ممكن انكم تضيفوها ممكن انكم ما تضيفوهاش. المهم اللي كيبغي يتبع المكونات او المقادير كما هي راه كيتبعها، اللي كيبغي يبدع وكيدير هو الحاجه ديالو، يعني لان كل واحد كي عنده واحد اللمسات ديالو سواء في العجين، في الطبخ، في الحلويات، فالانسان كيبدع كي كنقولها دائما. اذا هنا كما كتشوفوا طبيعه الحال كنمشيو نغسلوا يدينا، لان العجين من بعد الا ما كنغسلوش يدينا كتبقى تلصق لينا في يدينا. وهنايا كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجين، فهي مرخوفه يعني، ولكن ما كتلصقش بزاف. هنا غادي نجيب واحد الاناء بطبيعه الحال باش نخليوها تخمر. هنايا خليتها تخمر واحد المهم دهون كدهنوا بزيت زيتون اولا زبده اولا زيت عاديه اولا ما تدهنوش، وغادي نغطيه بطبيعه الحال وغادي نخليه يخمر واحد المده ديال 3 ساعات. ودائما كنقول لكم التخمير كيبقى على حسب الجو اللي عندكم في المطبخ، واش حار ولا سخون. اللي كيبغي انه يسرع عمليه التخمير، ولكن اهم حاجه باش يكون عندنا شي حاجه صحيه فنخليوه يخمر على خاطرو، باش كتكون ديك البكتيريا ديال الخميره البلديه وكتعطينا المنافع ديالها. اذا هذه الكميه اللي كتبقى ليا ديال الخميره اللي كنت نشطها، فما غاديش نلوحها بطبيعه الحال، سواء كديروا بها كيكه ولا حلويات، المهم اشياء كثيره، اولا كديروها كماسك للوجه. انا كنرجعها الخميره اللي كتكون عندي في الثلاجه باش ما تخسرش. كي كتشوفوا هذه هي الخميره اللي كتبقى عندي في الثلاجه، ونهار كنحتاجها راه كنجبدها وكنشطها، يعني ليله قبل اولا بحال دابا الا بغيتو تعجنوا في العشيه كتخرجوها في الصباح وكتنشطوها. وبطبيعه الحال الا ما كنتوش غتعجنوا واحد يومين ولا 3 ايام، فضروري اننا نغديو الخميره اللي كتكون في الثلاجه. كنضيفوا لها واحد 2 معالق ديال دقيق القمح الكامل، والماء اللي يكون يعني معدني ما كيكونش ديال روبيني، يعني باش نتفاداو داك الكركير. وكنحركوا وكنعاودوا نحطوها في الثلاجه حتى كتنشط يعني على راحتها بطيء كي كنقولوا حنايا. اذا هنا بعد مرور 3 ساعات تقريبا اولا 3 ساعات وشي حاجه، هنايا كنشوفوا بان العجين ديالنا تضاعف وخمر، فكنجيبوه باش كنشكلوا العجين ديالنا. اذا كنقلبوه، كنديروا واحد شويه ديال الدقيق في سطح العمل، وكنقلبوا العجين ديالنا. كي كتشوفوا ما شاء الله كيجي خامر وكيجي رائع مفشفش، وما نقول لكمش ريحه نافع وحبه حلاوه وما الزهر. المهم هنايا غادي نقسموا العجين، وكيبقى الحجم ديال الكراس ديال القرص اولا ديال القراشل. بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار، بغيتوهم يعني شوفوا نتوما الشكل اللي كتبغيو. هنايا كنحاول انني نشكل العجين بهذه الطريقه هذه اللي هي حاجه باينه وواضحه، وما شاء الله راه كل واحد كيعرف كيفاش كيقرص العجين ولا كيفاش يكور العجين. اذا كي كنقول لكم دائما الخميره البلديه فعلا صحيه وكتاخذ مراحل، لكن الانسان مع المده كيتعود عليها وكتجيه يعني كتجيه سهله، يعني ما كتبقاش ديك الخدمه ديال لا راه فيها الخدمه وفيها هذه وفيها هذيك. المهم اذا هنايا من بعد ما يعني قرصتهم يعني كورتهم كلشي، فغنحاول اني نقرصهم واحد شويه. بغيتوهم يكونوا مرتفعين كتخليهم هكاك، بغيتوهم يكونوا يعني السمك ديالهم يكون يعني ماشي طالع، فكتقرصوهم بهذه الطريقه هذه. وهنايا عاوتاني غادي نعاود نخليهم يخمروا. هنايا ما غاديش ياخذوا وقت كتير، فهنا تقريبا خداو ليا واحد ساعه حتى لساعه ونص ديال المكانه. اذا هنا من بعد ما خمروا بطبيعه الحال، هنايا قبل ما نديروا هذه العمليه هذه فكنحاولوا اننا نسخنوا الفرن ديالنا قبل، وعاد نجيو نديروا هذه العمليه ديال باش كنديروا داك البيض. وهنايا راه هنايا راني خلطته مع قهوه سريعه الذوبان. ممكن انكم تضيفوه مع الخل اولا تضيفوا الحليب، اولا كديروا غير صفار البيض وكتضيفوا ليه واحد شويه ديال الفانيلا اولا ماء الزهر حتى هو راه كيجي رائع. المهم هاد الاشياء دي كتبقى اختياريه. كي قلت لكم الفرن ضروري انه يكون سخون. ومن بعد كندخلوا هاد القرار ما كيبغيوش يخرجوا ليا، هذا القرص كندخلوه للفران واحد 5 دقائق. من بعد كنقصوا شويه الفرن باش ما يتخطفوش لينا ويتحرقوا وما يطيبوش لينا من الداخل. اذا هنايا كتزين درت السمسم اولا الزنجلان كي كتشوفوا، اختاريت الابيض كيعطي الشكل ديالو حتى هو زوين.
ممكن انكم ما تدهنوهمش بالبيض وكتخليهم حتى كيخرجوا من الفران وكتدهنوهم واحد شويه بعسيله وشويه ديال مثلا لوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي ولا المهم بحال الاشياء هذه. اذا هنايا تقريبا خداو ليا واحد 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. وكيبقى دائما الفران كيبقى على حسب كل واحد والفران ديالو، ديال الضو ديال الغاز. المهم كنطيبوهم من تحت، من بعد كنخليوهم يتحمروا لينا شويه من الفوق وكنخرجوهم. وبطبيعه الحال ضروري اننا نغطيوهم باش كيرجع عليهم داك الصهد وكيبقاو رطبين. اذا كي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال القرص او القراش البلديين بالنافع وحبه حلاوه وماء الزهر والزنجلان. كيجيو فعلا رائع. والخميره البلديه اهم حاجه، ودقيق القمح كي كتشوفوا كيجي من الداخل مفشفش، ما معجن ما والو، كيجي رطب. وممكن انكم بحال دابا انايا هذه الكميه كبيره ما نقدرش ناكلها مره واحده، فكناكل غير وحده ولا نص وحده. الباقي كنخليه حتى كيبرد مزيان وكنديروه في اكياس ديال المجمد وكنحتفظ به بالمجمد. نهار كنحتاجو كنخرج وحده. انا بصراحه نسخنها في الميكرووند دقيقه واحده كتخرج ليا هي هذيك. اللي كيبغي يسخنهم في الفران كيسخنهم في الفران، فلكم الاختيار. اللي كيبغي يسخنهم غير فوق المقله راه كيسخنهم فوق المقله، كيجي رائع رائع. المهم خليت وحده بات ليله غير في المطبخ، جات حتى هي الغد اللي جات رطبه، والثانيه خليتها حتى الغد اللي وخرجتها من المجمد باش نشوف القوام ديالو واش كيتبدل ولا لا. لكن بصراحه ما كيتبدل. نقول لكم في امان الله، مع السلامه، والى فيديو قادم ان شاء الله. وكنقول لكم دائما الله يشافي كل مريض. وكيف ديما كيف العاده شعارنا لا للحرمان لكن باعتدال، لان كل واحد والجسم ديالو، خصوصا المرضى السكري، فكل واحد والجسم ديالو. فماشي كنقول لكم انا هذا مناسب للمرضى السكري كتمشيو ديروه تاكلوه. دائما الواحد يقيس السكر ديالو وكيشوف هذه الحاجه واش صالحه ليه ولا ما صالحه ليش. اذا نقول لكم مع السلامه وفي امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله. خليوا لينا شي بصمه او شي لايك وشي تعليق محفز. مع السلامه.